تعالوا بقى نعرف سر تتبيلة الكبدة المردة، وازاي الكفر ما يتشالش منها واحنا بنقليها. هنجيب الكبدة بتاعتنا، هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، كزبرة ناشفة وكمون وتوم بودر، بصل بودر، وكمان فلفل اسود، وهنظبط بقى الملح. هنحط كمان معلقة من الخل وعصرة ليمونة، يعني عصير ليمونة كاملة، وهنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي. دي التتبيله اللي هتخلي الكبده معاكي رهيبه، وطعمها بجد هيبقى زي الجاهز. هنقلبها كويس قوي. هنجيب بقى كوبايه من الدقيق وكوبايه من الرده او النخاله زي ما بتسموها، وهنبدا بقى ننزل في الكبده اللي تبلناها. اهم حاجه ان احنا نغلف الكبده كويس قوي بالدقيق والرده دول، وهننزل بيها اول ما ناخدها من الرده والدقيق على طول على زيت سخن، وتكون النار متوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان ما تتحرقش. واهم حاجة ان احنا ما نقلبهاش غير لما تاخد لون من الجناب كده، علشان الكفر ما يتقشرش منها. وهنقلبها على الجنب التاني برضو تاخد لون، وهنخلعها على طول، مش بتاخد وقت خالص على النار. بنكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، بتبقى جهزت معانا زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش